مي بيبي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. دو ما بار سافا الحمد لله. اليوم بطلب من بعض المتابعات على الانستغرام كي حطيت اون فوتو ولا اون فيديو هكذا على المطلوع كامل، قالوا لي سيل فو بلي حطي لنا لا ريسيت، عجبنا المطلوع ايتو. بعتينا لا ريسيت، قررت نديرها ونحطها لكم فيديو في اليوتيوب هكذا باش تبقى لكم بور توجور. دونك نبداو على بركه الله ونشوفوا مع بعضنا الفيديو كامل. دونك نبداو على بركه الله حبيباتي. نحتاجو كيلو ونص سميد يكون رقيق، وكيلو ونص فرينه اللي تحبوها نتوما. فوالا انا الكيله هذه تغميقه صغيره، دارت لي ربع خبزات يكونوا صغار شويه ماشي كبار. نحطوا مغرف كبيره ملح ومغرف كبيره تاع سكر. من بعد راح نخلطوا كامل النواشف مع بعضاهم حتى يتجانسوا بيان. من بعد راح نبلهم بالماء الدافي. كي نبلوا يا البنات حاولوا ما ديروهاش جاريه، تكون العجينه متماسكه فقط. نحطوه بشويه، نرشوه بشويه هكذا ونبلو. فوالا ما نقدرش نقول لكم انايا كاس زوج ثلاثه، جوغ عينكم ميزانكم هكذا حتى تحصلوا على العجينه القوام تاعها كيما دوك يبان لكم في كي نفض. شوفوا علاش ما نجريوهاش باش من بعد كي نحطوا نضيفوا الخميره ونضيفوا الماء باش ندلكوها تكون العجينه تاعنا ما تسيحلناش ما تجراش. فوالا حنغطيها بساشي ونغطيها بتورشون، خليها ان كار دور لو طون اللي نروح نحط مغرف خميره في ماء دافي، فنجال ولا نصف فنجال، ونخليوها ان كار دور حتى تطلع. خلطوا هاي البنات الخميره في الماء، ما ديروش كيما انايا هنايا حتى ولي نخلط فيها في القصعه. فوالا هكذا. من بعد هذيك العجينه تاعنا تاع المطلوع راح ندخلوها بيان في الخميره هذيك، لازم تشرب لنا كامل الخميره هذه. حنا ندلكو وحنا ندخلو في هذيك الخميره، ندخلو في الخميره وندلكو انسي دو سويت. فوالا من بعد ما دخلت لنا هاد الخميره كامله، شوفوا العجينه كيفاش تحصلنا عليها. راح نحط الرش بشويه الماء، ما نكثرش تاني، بيان سور ما دافي، وندلك زيما هكذا حتى نسمع هذوك الفقاعات، العجينه تولي خفيفه فريمون، ونسمع هذوك الفقاعات كيفاش ينداروا، تولي معنا العجينه ملسه كوميم. فوالا ندخلها مليح مليح مليح. من بعد راح ندهنها بالزيت كي تدخل لي مليح مليح هكذا وتولي القوام اللي قلنا عليه. ندلكو نجيب واحد 10 مينوت وحنا ندلكو فيها. من بعد راح ندهنها بالزيت، نغطيها بساشي وسي باش من بعد ما تلصقليش وتجيني سهله باش نحيها كيما راكم تشوفوا. تورشون خليها نص ساعه وهي تخمر، نص ساعه يا البنات وهي تخمر. من بعد نحي ليها الساشي والتورشون هذيك، ندهن يديا بالزيت، نقطعها بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها باش ما نخسر لهاش الخميره نتاعها. فوالا نديرها كويرات باش نطرحهم ونطيبهم. فوالا نحطها كوتي. راح نجيب بابي كويسون باش نطرحها عليه. انا يا زوجي يحب الوجوه نتاعها حرش، الوغ نديرها نحط طبسي فيه سميد ونحكم المطلوعه تاعي ونرمدها هكذا كيما راكم تشوفوا بالطريقه هذه في السميد، ومن بعد عاد نطرحها. كان اللي يحب يديرها بلا فارين، وكان اللي يحب ما يدير فيها والو. انا تعجبني بالطريقه هذه، تجي جو حرشه هايله. خلاص نطرحها بيديا نورمال عادي، وما نحتاجوش القراصه هنايا. نحاول نديرها مدوره من نديرهاش جو خريطه. من بعد نجيب تورشون كبيره ولا سيرفيت. انا لي سيرفيت هادو فريمون مسلكيني بزاف الخبيز ولا المطلوع ولا، ونحط فيهم هكذا الخبزه تاعي تاع المطلوع ونغطي عليها. نعاود ندير معكم خبزه خلاف باش تشوفوا. وانا نجيبو طبسي اللي فيه السميد ونديروه نرمدوها كامل هكذا في السميد. من بعد راح نطرحها جوست بيديا تيك 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 تيك. من بعد نحطوها تحت التورشون هذيك،
نخليوهم واحد 10 مينوت جوست ما نحط الطاجين تاعي يسخن. انا الطاجين تاعي تاع الحديد يعني يسخني في ساعه مش ما يطولش خلاص. وبزاف بزاف بزاف هذا الطاجين يا البنات بزاف مليح ويطيب روعه الكسره. دوك تشوفوا بعينيكم ويطيبها ليه ليجا. فوالا خليو الطاجين تاعكم يسخن مليح مليح كسوس وحديد ولا تاع الطين. فوالا رميت الاولى حطيتها طيب. علاش قلت لكم ما ديروها الجاريه؟ باش كي تقلبوها بكل سهوله. فوالا شوفوا كيفاش طابت. الله الله سيداتي اعذروني على التصوير حبيباتي والله جوسكا الوقت هذاك ما كانش عندي رينج لايت باش نصور لكم عن بعد هكذا. جات التصوير شويه قريب مي معليش. انا حطيت الاولى وطيبتها وحوشيتها كما راكم تشوفوا. طيبت الثانيه. نكملهم ونشوفوا مع بعضنا كيفاش خرجوا. الله يبارك. شوفوا ما شاء الله يهبلوا خفيفه 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 جات تهبل. اصلا كيفاش تعرفوا بلي المطلوع تاعكم فريمون صلح لكم وبلي مليح؟ كي تقصوه ما يتقاوحش من داخل المعجن. اون بلوس كي تعبزوا عليه كيما هكذا تلقاوه شغل يرجع لحجمه عادي. شوفوا هكذا يرجع نورمال شغل ما يبقاش هكذا مطمن في بلاصه. تلقاوه كي ليبون. شوفوا ما شاء الله كرفستها ورجعت للحجم تاعها عادي. انا ما عليه غير نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله حبيباتي. جربوها وما تنسوش تبعتوا لي في الانستغرام هكا باه نحطكم. ميرسي بوكو.